صباح الخير وصباح يوم جديد كله خير وبركة بإذن الله. النهاردة بقى قررت إني أطفش. ليه يا ولاد؟ الجو بقى حر والبيت مليان تراب، ومحتاجة ان انا اشيل السجاد وانضف الشقة كلها، ولا عندي طاقة ولا صحة ولا نفسية ولا اي حاجة ان انا انضف البيت. فخدت هذا القرار بدل ما الواحد قاعد في البيت كده زهقان، انه يلا نطفش. فبدأت اجهز هدومي، اجهز حاجتي ويلا نجهز الشنطة مع بعض. لما ببقى همشي يومين تلاتة كده ما باخدش حاجات كتير، بس لما ببقى هقعد شوية ببقى لازم اجهز الشنطة بتاعتي. هناخد ايه لو احنا طالعين في رحلة قصيرة لأي مكان؟ طبعا الناس كلها دلوقتي ابتدت في تنظيفات علشان عيد الأضحى، لسه تقريبا شهر أو شهر وكام يوم يعني. ففي ناس كتيرة جدا بدأت تنظيف وكده. إن شاء الله لما أرجع هبتدي أنظف الشقة للعيد والصيف وكل حاجة. شقتي في الصيف بتبقى حر، أنا ساكنة في الدور الأخير وفوق السطح مباشرة، والشقة مش عارفة بصراحة قبلي ولا ايه. ف فرن، عبارة عن فرن كده، انت قاعدة في فرن واتفتح علينا. المهم قلت اجهز الحاجات. لما ابقى اخد اي جهاز كهربائي وفي فيشه كده وليها سلوك ولا كده، بجيب اي اللي عارفين الاساتك بتاعه الفلوس دي بلفه بيها عشان بس السلك. حتى بعمل كده في الشاحن يعني. المهم حطيت الجهاز اللي هو بتاع البراون ده، انا اخدت قطعه واحده بس. ولما بيبقى معايا مثلا عشان شامبو كريم اي علب كبيره، انتي مش مهاجره يعني عشان تاخدي العلب الكتيره دي كلها مع بعض، فبجيب العلب الصغيره اللي هي الترافل سايز او العلب بتاعه السفر اسمها كده. انا كنت جايبه سيت كامل مع بعض وكان 12 واحده تقريبا، مش فاكره كانوا ب5 ريال او حاجه. ده من زمان لما كنت بره. المهم اللي هي العلب اللي وريتها لكم دي كانت عندي علبة غسول بتاع الوش، علبة قديمة يعني، فقلت احط فيها شوية برضو. دايما بعمل الحركة دي ان انا اخد العبوات في حاجات اصغر علشان ما اشيلش شيل كتيرة وانا ماشية. هقول لكم سريعا المنتجات اللي بستخدمها عشان لو حد عايز يجرب. بستخدم لوشي الغسول بتاع ديرماتيك حلو، وهبقى اقول لكم ريفيو كامل عنه لما اخلصه. قعد مع كان غالي شويتين بس قعد معايا فترة طويلة، بقاله كذا شهر عندي يعني شغال. حطيت في العبوه دي، كانت بتاعه غسول اعتقد كلين اند كلير او حاجه، بس انا مرضتش ارمي العبوه وقلت هستخدمها تبقى لما اجي زي كده يعني ماشيه مسافره رايحه في اي مكان او محطه فيها. حطيت كمان شويه من الشامبو اللي انا بستخدمه ده اللي هو بتاع لوريال. انا مثلا قولي، بصوا، دايما الناس اللي بتتكلم في حته الميزانيات والكلام ده والتوفير وان الظروف مش احسن حاجه، بنيجي نتكلم ان احنا هنشتري ازاي حاجات للعنايه بالبشره والعنايه بالشعر والعنايه. بصوا، اللي عايز يهتم بنفسه هيهتم بنفسه. عارفه كويس جدا ان المنتجات كلها غاليه وان الظروف حقيقي مش احسن حاجه على كل الناس. بس زي ما قلت لكم انا ممكن اشتري علبه كريم. الفكره انه انا هستخدمها ازاي. استخدمي الحاجه، انتي بتاخدي كميه بسيطه جدا من اي حاجه. هبقى اتكلم معاكم في الموضوع ده لما نيجي نعمل ريفيو عن المنتجات. تمام. هستخدم شويه كمان من الغسول بتاع شان. الغسول ده والله مش فاكره جايباه من امتى، بس تقريبا جايباه مع بدايه السنه يعني. احنا في شهر داخلين على شهر 6 اهو، ولسه ما خلصش عندي. حلو جدا جدا، وكان معايا حلو قوي في الشتاء، بيخلي البشره مش جافه ابدا ولا تقشر ولا اي حاجه. ولسه فيه يعني يقعد معايا شهر واتنين كمان. المهم جهزت كل الحاجات، ومن الحاجات اللي بقيت خلاص ما ينفعش استغنى عنها واخرج من غيرها هي الصن بلوك او الصن سكرين جل بتاع ليجون، ده اللي هو الواقي بتاع الشمس. كنت جايباه قريب تقريبا بقالي شهر بستخدمه. كمان اخدت السيروم بتاع انفينيتي، قربت اخلصه. كنت جايباه في عرض ان انا اشتري واحد وعليه واحد هديه، او تاخدي منتج من انفينيتي وعليه منتج هديه. هو قرب يخلص، فقلت هاخده بحيث ان انا اخلصه، مش هفضي يعني في عبوه تانية ولا حاجه. هي كده كده خلاص العبوه قربت تخلص معايا. وطبيعي يعني اكيد بقى في الصيف او في غير الصيف هاخد الديودرنت ده. انا بستخدم حاليا بتاع ريكسونا. مش بيفرق معايا النوع قوي، عارفه انه مش احسن حاجه طبعا، وفي حاجات اغلى وفي حاجات احسن، بس انا بجيب حاجه تكون وسط وسعرها مناسب ليا. كمان هاخد القطره بتاعه العين دي، كان الدكتور كاتبها لي طول الصيف. الناس اللي بتقعد فترات طويلة قدام كمبيوتر، موبايل، اي لابتوب، اي جهاز بيطلع حاجات كده على العين، انتوا فاهمين بقى، احنا طول الوقت ماسكين موبايلاتنا. الناس اللي هي طبعا انا عامله ليزك من زمان، مش فاكره، من زمان، من سنين كتير. فلازم باخد القطره دي
كنت باستخدم قطرة اسمها هاي فريش لجفاف العين، بس دي أرخص شوية، كانت ب27 جنيه أو حاجة، والدكتور اللي كاتبها. تمام. عندي الشنطة دي كانت جاية هدية كده مع حاجات لوريال، اللي هي الشنطة السودا اللي باحط فيها الحاجات، هاحط فيها كل الحاجات بتاعتي، طبعًا لسه هاخد حاجات تانية يعني. بس أنا دايمًا باحب زي ما قُلت لكم آخد الحاجات في أحجام أصغر. طبعًا فكرة تنظيم الحاجات دي هتبقى حلوة لو أنتِ طالعة مصيف، لو أنتِ طالعة مسافرة مكان كده هتقعدي فيه أسبوع 2، فبدل ما تاخدي الحاجات كلها كده كتيرة مرة واحدة، فلأ، بتاخدي العبوات الصغيرة وبتتباع في أي محل من محلات مستحضرات التجميل والكماليات. بدأت أجهز كل الحاجات كده زي ما قلت لكم. السبب اللي خلاني خدت هذا القرار قرار الطفشان ده، السبب ان انا الجو حر قوي، فكنت زي ما تقولوا كده محتاجة فاصل يعني. وبعدين نرجع نبتدي تنظيف. طبعا قبل ما بمشي بقفل الشقة كلها، برتب كل حاجة. باخد بالي ان الفيش الكهرباء بشيل اي حاجة من الكهرباء ما عدا التلاجة او الكولدير او اي حاجة، مثلا لو انت عندك ديب فريزر او كده لا، الحاجات دي مش بتتفصل. باخد بالي انبوبة البوتاجاز بقفلها، البلاعات بقفلها، بص بفضل الف زي النحلة في قلب الشقة كده، وبعدين ارجع يا ترى انا قفلت الانبوبة ولا لا، يا ترى انا شلت الفيشة ولا لا. بنفصل كل حاجة وربنا يحفظنا جميعا. رحت خلاص وصلت عند ماما، وكنت محتاجة، وانا راجعة وانا رايحة يعني، كانت قالت لي بس اجيب من عند العطار حاجات، فجبت ده كان ايه، كان قرفة، جبت ب10 جنيه قرفة و10 جنيه قرنفل. انتوا عارفين انا ما بعرفش اشرب الشاي من غير قرنفل. الكميات بقت حاجة صعبة يعني اللي ب10 جنيه دول كانوا زمان ب2 جنيه وب3 جنيه. القرنفل بنجيبه صحيح مش مطحون، علشان احنا بنطحنه في البيت، لكن القرفة بتبقى قوية قوي على المطحنة بتاعة الخلاط، فبنجيبها مطحونة. كان بابا جه من بره، كان جاب حاجات الغدا وكده، فكان جايب بن، انا معرفش بصراحة الماركة او النوع ده، بس انا جربته يعني هناك فحلو والله لطيف. زي قريب من ايه، بن اليمني، والبن اللي هو بن النجار وشاهين والحاجات دي، اللي هي الانواع اللي مش معروفة قوي، مش زي ابو عوف مثلا، بس حلو طعمه حلو لطيف. المهم فضيته كده، كان ب20 جنيه الكيس ده، مش عارفه تمن او حاجه، وكنت عايزه اعمل قهوه عشان افوق، فقلت بلاش اعمل قهوه تقيله قوي، هعمل القهوه اللي هي قهوه بلبن عادي كانها قهوه فرنساوي يعني، بس بتبقى معلقه بن على معلقه من اللبن البودر ده، وتحطي تسكريها زي ما انت عايزه. في ناس بتحطوا رشه من الكاكاو ورشه من القرفه لو انت حابه، بس انا حطيت بس البن واللبن ومعلقه صغيره جدا او ربع معلقه كمان من السكر، وبس كده شربت القهوه. وبابا كان هو جاي كان جايب بقى سمك عشان هنتغدى سمك. السمك ده اسمه ايه، دي النيلة نسيت يا ولاد، دي كانت ايه، السمكة دي في السوق يعني اسمها صوار، ايوه صوار هي اسمها كده. فهي بتبقى سمكة طويلة كده وبتتنضف، ده سمك بحر عادي بيتنضف. كان سعر الكيلو فيها 100 جنيه. السمك غالي جدا جدا في السوق، يعني ال100 ده الرخيص. تمام. في اسماك اللي هو ب200 وب300 فلا، هي الاسعار كده. الجمبري ده كنا جايبين كيلو، كان برضو ب100 اعتقد. فبس عادي، زمان كنا بنجيب اللي ب100 ده كان ب50. المهم نضفنا السمك وظبطناه، وماما قالت نصه وعملت نصه صينيه، بس انا ما لحقتش اصور بصراحه. وبعدين عدى حد كده تحت البيت بتاع المنظفات، انتوا حفظتوا بقى. طبعا احنا شاريين قريب، شاريين كميه كبيره كمان. بس عشان ماما بتجيب ليا وساعات مثلا يعني بنجيب كميه كبيره وبنقسم مع بعض. فانا جبنا المسحوق بتاع الصحون اللي هو زي الفيري ده، وجبنا كمان الكلور. بما ان في حملة تنظيف وهننضف، احنا بدأنا اوريدي تنظيف عند ماما يعني في البيت، بس بدأنا نعمل بالداخليات الاول، نظامنا في التنظيف. بس قبل ما اقولكوا جبت كمان ديتول اللي هو السايب. بصراحة انا كنت عايزة اجيب ديتول او ديفاتول او اي حاجة من الحاجات اللي لها علاقة بالتنظيف القوي، لاني عارفة ان الشقة هيبتدي عندي يبقى فيها نمل وهخاف من الموضوع ده. فقلت عايزة اجيب منظفات، بس الميزانيات دلوقتي بتبقى يعني في اخر الشهر لسه، فقلت هجيب من السايب ده على ما ابقى اشوف هعمل ايه. المهم احنا بدأنا تنظيف. دايما لما بنيجي نبدأ تنظيف زي ما بعمل عندي زي ما بنعمل عند ماما، بنبدأ بالداخليات والأدراج، دواليب من جوه، فوق الدولاب، تحت السراير، وحملة تخلص كبيرة جدا من الكراكيب. طلعنا كمية كراكيب، وانا نبني من الحب جانب هبقى اوريكم لما اروح انا خدت ايه. فلما نيجي ننظف حاجة او نطلع حاجة مش محتاجينها من البيت، نبص حوالينا الاول، هل الحاجة دي ينفع تديها لمامتك، تديها لاختك، تديها لصاحبتك، تديها لجارتك، للناس القريبين،
وهما محتاجينها. طب هل الحاجة دي انت مفيش حد حواليك محتاجها وقريب؟ يبقى ممكن نطلع لجمعيات، نطلع لأماكن، في ناس محتاجة بالذات في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. مش لازم اللي محتاج ده يبقى شخص يعني على قد حاله او في ضائقة مادية ولا حاجة. انا اقصد إن ممكن عندك هدوم مش نافعاكي بس تنفع اختك، تنفع صاحبتك، عادي يعني، الدنيا تبقى سهلة كده، خليكوا سهلين. المهم بما اني الفترة دي مش في احسن حالاتي خالص ومحتاجين مش عارفه اقول ايه مقويات، انا والله يعني مش عارفه محتاجه ايه بصراحه، بس الحمد لله على كل حال مش مهم. فكان الدكتور كان كاتب الرويال كير ده مكمل غذائي، فقلت اقول لكم عليه. هو في شريطين، الشريط فيه الشريط سعره قصدي مكتوبه 40 جنيه ونص، فهو مش رخيص، هو غالي شوية بس عادي. كمان كان كاتب كيروفيت عشان النشاط والذاكرة ومش عارف ايه. طبعا لو انتوا هتاخدوا حاجة من الحاجات اللي هي المكملات الغذائية او الفيتامينز، يفضل انه يكون بأمر دكتور. مش عارفة ليه او ايه السبب اللي مخلينا كلنا، حتى الناس اللي يعني حتى الناس والله اعرفها مش هقول في العشرينات، والله بنات 16 و17 سنة وتلاقيها بتشتكي من وجع في عظمها ومش عارفة ايه. فمش عارفة، وفي العشرينات وفي التلاتينات تحس ان احنا جسمنا اصبح سبعيناتي، بس عادي الحمد لله. فكان الدكتور كاتب لي كمان نيوروفيت، فكنت هجيبه بس لقيت فيه علبة كده عند بابا كانوا واصفينها له يعني، فاخدتها. ايه نيوروفيت ده عشان الاعصاب والكلام ده زي الملجا والحاجات دي. قبل ما نيجي نبتدي تنظيف، نصيحة أخوية مني يعني، لو تقدري تجيبي حد ينظف لك البيت اعملي كده، علشان والله صحتنا بتروح يا ولاد في الكلام اللي احنا بنعمله ده، بس احنا مضطرين نعمل بايدينا الحمد لله. يومي كان خلص وقعدت اتفرجت كده على الفيلم شوية وبس كده. ده كان الفيديو بتاع النهارده، استنوني قريب في فيديو جديد، وشكرا جدا ليكم، والسلام عليكم.